سالات الرحلة ديال الباك من بعد 12 سنة ديال الخدمة وديال الهجرة. دابا جا السؤال المحير: شنو هي الوجهة الجاية؟ شنو هي المدرسة اللي غنقدر نختار؟ شنو هو التخصص اللي نقدر نكمل فيه؟ ولا شنو هما الحوايج اللي يقدروا يكونوا مطلوبين من هنا لقدام؟ هادو أسئلة كنسولوهم، وكلشي سولهم في مرحلة محددة في عمرو. كيبقى هذاك الهاجس ديال الحاجة اللي غتقدر تحط فيها رجلك، واللي من بعد ما غيجيش معاك الندم علاش اختاريتيها. هادشي علاش فكرت ندير هاد الفيديو هاد النهار، حيت عرفت بأن الأغلبية بداو ديجا كيتسجلوا في المدارس وبداو الرحلة ديال البحث على الوجهة المقبلة. الحاجة الأولى اللي غتقدر تبدا بها هو واحد العملية ديال جرد ديال الحوايج اللي أنت متمكن منهم واللي كتشوف راسك مزيان فيهم. تقدر أنت تكون عارفهم على راسك، يقدروا يكونوا ناس آخرين عارفينهم عليك. تقدر دير هاد العملية مع أقرب الناس ليك، غادي تعطيك واحد الفكرة أولية على شنو الحوايج اللي يقدروا يديروا الاختلاف في الاختيار ديالك. على سبيل المثال، واحد الميول ديالو غادي لهاد الشيء ديال الإلكترونيك ولا ديال لانفورماتيك ولا ديال لا ميكانيك، يقدر يكون هو عارف راسو. يقدروا يكونوا ناس آخرين كيلاحظوا عليه بأنه هو عنده هاد الهواية ديال أنه كيبحث في هاد المجالات هادو. يعني هاد السيد هذا يقدر يتوجه لهاد التخصص هذا، حيت كاين واحد الفكرة ولا كاين مبدئيا واحد الحاجة كتقول لنا بأنه إلا دار هاد التخصص هذا يقدر يمشي فيه. العنصر الثاني كيتعلق بالمدارس ولا بالبرامج ديال كل مدرسة. يعني كتاخد الوقت أنك تدخل تشوف اللائحة ديال المدارس اللي كاينين، كتشوف شنو هما الشعب اللي كاينين، وكتشوف شنو هما الحوايج اللي كيبانوا لك ربما كاين فيهم آفاق. عرفت بأن هاد التمرين هذا ما غيكونش ساهل، حيت كلنا تحطينا في هاد الوضعية هادي. ما كتكونش عندك المعلومات التامة باش أنت تاخد القرار بوحدك، ولكن كيكونوا ناس اللي معاك اللي غادي يعاونوك في هذا القرار. يقدروا يكونوا ناس من العائلة، شي صحابك ولا صحاب باباك ولا ماماك، أي واحد اللي عنده علاقة نيشان بواحد التخصص ولا بواحد الدومين اللي أنت باغيه، يقدر يفيدك في هذه المسألة هذه. العنصر الثالث واللي في نظري حتى هو عنصر مهم، هو أنه يكون عندنا واحد الفكرة على شنو هما البرامج اللي كاينين واللي الدولة خدامة عليهم. على سبيل المثال، كلنا كنسمعوا دابا الاستعدادات اللي كاينة للمونديال 2030. يعني كاين بزاف ديال الأشغال وبزاف ديال المهن اللي مرتبطين بهذا الحدث هذا. كاين حوايج أخرى اللي متعلقة مثلا بتحلية ماء البحر، بالطاقات المتجددة إلى غيره. حتى هادو مجالات اللي مطلوبين واللي حتى هما يقدروا يكونوا فيهم آفاق من هنا لقدام. وما ننساش بطبيعة الحال الذكاء الاصطناعي، الانتيليجنس ارتيفيسيال، اللي حتى هي شاقة طريقها واللي بدات من دابا كدير وكتخلق بزاف ديال الفرص ديال الشغل. كاينة عناصر أخرى اللي عندها علاقة بالجانب المادي ولا بالوضعية المادية ديال كل واحد فينا، ولا بالموقع اللي كتواجد فيه المدرسة، واش فيها لانترنا ما فيهاش لانترنا إلى غير ذلك. العنصر الأخير عنده علاقة بالخريجين ديال هذه المدرسة. الحاجة اللي متأكدين منها كاملين بأنه الريزو في هذه المسائل هذه كيعاون. أشنو كنقصد؟ إلا كانت المدرسة عندها ناس ديالها متخرجين ومتواجدين في سوق الشغل، عندهم شركات ولا خدامين في شركات إلى غير ذلك، ضروري كيكون هذاك الحنين بين الناس اللي قراو في نفس المدرسة. يعني إلا دخلت دابا وقلبت مثلا في لينكد إن المدرسة اللي باغي ندير، شنو هما الخريجين اللي خرجوا من ديك المدرسة، شنو هما الحوايج اللي خدامين فيهم، شنو هما المشاريع اللي خدامين عليهم، إذا لقيت بأنه كاينة واحد الإقبال كتر، أنه الناس كيمشيو لهذا التوجه هذا، هذا كيعني بأنه هاد الناس هادو نقدر مثلًا أنه نعتمد عليهم من بعد إلا كنت باغي نقلّب على شي stage ولا إلا كنت كنقلّب على خدمة من بعد التخرُّج. يعني هادو هما الحوايج اللي نقدر نقول كيبانوا ليا عناصر أساسية اللي يقدروا يأثّروا على القرار ديالك. هادو هما العناصر اللي كيبانوا ليا عناصر مؤثرة إلا بغينا نختاروا واحد التخصص اللي يقدر يتماشى مع متطلبات سوق الشغل. هضرنا بزاف على لينكد إن، دونك إلا بغيتو نديروا واحد الحلقة خاصة على كيفاش دير بروفيل ديالك في لينكد إن، كيفاش تبدا تبني الريزو ديالك من دابا، وكيفاش دير بحث على الناس اللي ربما عنده علاقة مباشرة بالمدرسة ولا بالتخصص اللي باغي تبعو. خليو ليا في التعليقات الطلبات ديالكم، وغادي نحاولوا إن شاء الله نديروا شي فيديو خاص على هاد المسألة هادي. غادي نحاول ندير واحد السلسلة ديال الفيديوهات اللي عندها علاقة بالتوجيه، باش هكا نشارك معكم نصائح عملية تقدر تعاونكم
في البحث ولا تعاونكم في التوجه اللي غادي تختاروا، ونتمنى إن شاء الله الاستفادة تعم. ما تبخلوش علينا باللايك والشير باش هكا الفائدة إن شاء الله تعم، والله المعين.